بشكل أقوى وأحسن بعد كل ظرف صعب في مدد رباني. في لحظة سيدنا موسى ساعد البنتين، في لحظة أبوهم بعت يشكره، بعدها على طول أصبح في إيده عقدين، عقد شغل 8 سنين وعقد زواج من بنت خلد ذكراها في القرآن بحيائها. الدنيا بتتفتح في لحظة، بس كل اللي عليك إنك تسعى. سيدنا موسى لو ما كانش سعى وساعد البنتين ما كانش حصل حاجة. أنت عليك تعافر وتكمل سعي بالرغم من قلة النتائج، بالرغم من قلة المدد، لأنه في لحظة كل حاجة بتتفتح، كل حاجة بتتغير، بس لازم تاخد بالأسباب. ربنا وضع قوانين في الأرض، سعي زي التوكل يديك معجزات. وهل الحكاية انتهت على كده؟ خالص. لحظة خروج سيدنا موسى من مصر خايف ما كانتش النهاية، بالعكس كانت البداية. بداية كل خير حصل لسيدنا موسى، بداية لأعظم مهمة يشيلها البشر وهي النبوة. قول الله تعالى ولتصنع على عيني. لو بجد مشيت بيه في حياتك حاجات كتير قوي هتتغير. كل مشكلة هتحصل لك هتكون ممكن انها الخير ليك، وان ربنا بيصنعك لحاجة كبيرة. ظروفك الصعبة، نقطة الصفر اللي انت عندها، كل